طبق النهارده هيخليكي تنسي اي طاجن مكرونه تاني كلتيه قبل كده. هنحضره بالسجق، وصفه سهله وجميله وهتبهر كل العيله. تخيلوا معايا كده بقى صلصه طماطم غنيه بالبهارات، وسجق متبل تتبيله خطيره، ومكرونه بقى شاربه من الصلصه ومن السجق. كل ده في خطوات سهله وسريعه. هنعرف الخطوات دي بالتفصيل وكل الاسرار عشان تطلعيه مظبوط. قبل ما نبدا، دي قناتي، ولو اول مره بتشوفوني انا ام جودي اتمنى تدعموني بلايك وكومنت حلو، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. منشن بقى لصاحبتك ومشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونبدا وصفتنا. اول حاجه هنحضرها معانا وهي الصلصه. هنجيب حله وننزل فيها ب3 معالق كبار من الزيت ومعلقه توم كبيره. النهارده وصفتنا روحها في التوم والكمون. هننزل بمعلقه توم كبيره ونبتدي ان احنا نشوح فيها كده لغايه ما التومه معانا لونها يصفر ونشم ريحتها. هنكون فرمين كيلو طماطم في الخلاط وضربينه ضربه ناعمه حلوه كده. ولو عندك صلصه في الفريزر طلعيها، مش هتقولك لا. هننزل بالطماطم على التوم، وبعد كده هنبهر الصلصه بتاعتنا. هننزل بقى بمعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره بابريكا، فلفل اسود وكمون، ونص معلقه صغيره من السكر. السكر عشان خاطر نعادل نسبة الحموضة في الصلصة. اليومين دول الجو بقى حر، فمش عايزين ناكل حاجة كده وتحمى على صدرنا. ظبطي الملح بقى زي ما انتي عاوزة. اهم حاجة ما تنسيش نص معلقة صغيرة سكر. والكمون ده اساسي معانا النهاردة. وانا برضو هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو بتتابعيني من على الفيس هسيبها لك في التعليقات. خلاص هنقلب بقى كل المكونات دي ونسيب الصلصة تغلي معانا يا دوبك هما دقيقتين. لو حسيت ان قوامها تقيل زوديها كوباية مية وسيبيها تغلي تاني، واول ما تغلي اطفي عليها. احنا عايزين الصلصة تبقى خفيفة معانا. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. هنحضر معانا السجق. هنقوم جايبين الوok بتاعنا ونازلين فيه ب3 معالق كبار من الزيت، عليهم برضو معلقة كبيرة من التوم، ونكون مقطعين السجق بتاعنا لمكعبات صغيرة. ويفضل ان انت تقطعيه وهو يكون لسه طالع من الفريزر متجمد، علشان خاطر ما يتهريش منك. تلاقيه كده قطع قطع يعني قد بعضها. انما لو سبتيه فك من الفريزر او لو لسه شارياه هتلاقيه هيتهري منك. وكمان الجلدة بتاعته اللي بره دي هتتقطع واللحمة هتخرج منه فهتلاقيه مهري. فيفضل ان انت تقطعيه وهو خارج لسه من الفريزر. خلاص هنشوح بقى السجق في قلب التومة. وبعد كده هنقوم نازلين بقى بالبهارات معايا. مش هنحط اكتر من ملح فلفل اسود والسبع بهارات وبس كده. طبعا ما تحطيش ملح كتير لان السجق معظم الجزارين بتتبله وبيبقوا حاطين فيه نسبة صغيرة من الملح. هنملحه. وبعد كده هنقوم نازلين معايا ببصلايه متوسطه جوليان. هنشوح البصلايه مع السجق. وفي الوقت ده بقى شموا الريحه عايزه اقول لكم تحفه بجد. السجق يتاكل اكل اصلا كده في المرحله دي. بعد ما البصلايه تدبل معايا شويه هنقوم نازلين معايا بطماطمية كبيرة او طماطمتين وسط، مع واحدة فلفل اخضر رومي. ولو عندك فلفل حار حطي، ولو فلفل الوان عايزة تحطي برضو حطي. اللي انت عاوزة تحطيه حطيه. الطاجن النهاردة هيبقى جميل وطعمه مختلف جدا بالسجق. خلاص السجق اتشوح معانا وطفينا عليه. هنسيبه برضو كده جوسي وطري شوية، مش هننشفه قوي علشان خاطر هو لسه هيخش الفرن. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا، هنديها دهنة زيت كده حلوة عشان لما نيجي نقلب الطاجن يتقلب معانا بكل سهولة والمكرونة ما تلزقش فيه. في الوقت ده نولع الفرن على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق. ونوطي النار. يعني لو انتي عندك الفرن عالي قوي وطي النار، وهنحط الطواجن على الشبكة في النص. هنفرد في الارضية السجق زي ما انتوا شايفين كده، وتحاولي ان انتي تسوي الشكل علشان خاطر لما نيجي نقلبه يبقى مضغوط ويبقى كويس، ما يبقاش يعني منحكش كده على المكرونة. هننزل بالمكرونة بتاعتنا نية، مش هنسلقها عشان ما تعجنش معانا وتدينا نتيجة كويسة. هتقولي لي طب والصلصة هتسوي المكرونة يا ام جودي؟ هقول لك هتسويها وهتطلع جميلة ومفلفلة وزي الفل. انا معايا نص كيلو مكرونة. ال3 طواجن دول اخدوا مني نص كيلو مكرونة. طاجن متوسط وطاجنين صغيرين، او يعني طاجن كبير وطاجنين وسط. هنسقي بقى الصلصة بتاعتنا للمكرونة
وحطي بقى ايه، غرقيها صلصه ما يهمكيش. كل كميه الصلصه اللي احنا حطيناها، انا على فكره زودتها كوبايه ميه وسبتها غليت وطفيت عليها عشان خاطر حسيت ان الطماطم هتبقى قليله شويه. زودتها بقى الصلصه زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي ان انا اجيب بقى الورق الفويل بتاعنا، ونقوم مغلفين الطاجن كويس عشان نكتم البخار جوه الطاجن والمكرونه تستوي معانا كويس. اهم حاجه في المرحله دي ان انت تضغطي وتغطي الطاجن كويس. عملنا قبل كده هنا في القناه طاجن المكرونه بالفراخ اللي هي الشاورما، وعملناه باللحمه، وكانت نتيجتهم برضو جميله جدا. هسيب لكم الفيديوهات بتاعتها في علامه الاي اللي بتظهر اعلى الفيديو وهو شغال. بجد جميل. عايزاكم لو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تدعموني بلايك وكومنت حلو كده، منشن لصاحبتك واختك بقى، ومشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. هنغطي الطواجن وهنحطها في صاج وندخلها الفرن. هتقعد معايا في الفرن نص ساعة، لان طبعا اول ما يخش هياخد له بتاع 10 دقايق كده عقبال ما يبتدي ان هو يغلي. هتعدي من بعد الغليان تلت ساعة وهتقومي طافية عليه النار. هتطلعيه بقى بالمنظر الجميل ده وتقومي قلبيه. بيبقى طالع ريحته كانت قلب البيت بصراحة، ما شاء الله كان جميل. وكان تحفة. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الطواجن قلبتها كلها، ومفيش ولا طاجن لزق فيه مكرونة ولا اي حاجة، لان كمية السوائل فيه كانت مناسبة جدا. وانا كمان طلعته من الفرن في الوقت المناسب. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله متساوي وجميل قد ايه. طعمه بجد كان خطير. عايزاكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي فيها رأيكم. هستنى رأيكم في التعليقات. وهو تغيير، بدل ما كل يوم حيرة اكل، لو محتارة بقى ومش عارفة تعملي اكل ايه، جربي الوصفة دي وان شاء الله هتعجبك وهتعجب الولاد جدا. ممكن تقدمي جنبه بقى دقة اللي احنا بناكلها مع الكشري، دي بتخلي طعمه خطير بجد. بجد تحفة. هستنى تعليقاتكم بقى وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. لو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصفة اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. هسيب لكم التوابل بتاعة الصلصة وبتاعة السجق في صندوق الوصف. وصفة سهلة وجميلة ومشبعة جدا. وبجد يعني بدل ما تروحوا مطعم وتقول ولادي يقولوا لك يا ماما عايزين ناكل طاجن من بره، لا اعملي لهم الاكل ده جوه البيت. بيبقى هيلسي وجميل وصحي احسن ما ناكله بره، بيبقى نسبة الكوليسترول فيه عالية وضارة جدا. حاولوا تاكلوا دايما الاولاد في البيت كل اللي نفسهم فيه، بدل ما ياكلوا من بره ولا قدر الله يعني بطنهم توجعهم او يجرى حاجة. عافاهم الله يا رب وتاكلوه بألف هنا على صحتكم. بجد الفيديو النهارده كان جميل وخفيف وسهل كده وما اخدش مننا وقت. عايزاكم بقى تدعموني بلايك وكومنت حلو كده وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل يوم وصفاتنا الجديدة. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.